التكامل لبناء واحد الأسرة لخير أمة أخرجت للناس، وما فيه شي حاجة اسمها التماثل، دور المرأة يقوم بها الرجل ودور الرجل يقوم بها المرأة، ما كاينش هذا الشيء. حنا زواجنا مبني على التكامل وليس على التماثل من أجل أن نجعل المرأة والرجل بحال بحال. هذه القضية هذه خلقوا لها المثلية الجنسية. وفي الجندرة أنه شرف الله قدركم بما أنها مذكورة في القرآن هي اللوط بالنسبة للرجال والسحاقية بالنسبة للنساء. انتهى الأمر. علاش بنا احنا نفوتوا هذه المصطلحات ونتيحوا في الذي نحت مصطلحا آخر باش يدوخ؟ علاش حنا ما ندوخوش. هذيك اسمها اللوط. كتعرفوا اللوط هي اللوط يعني قوم لوط على كل حال. هذا اللوط هي يمكن العالم كله يمشي معها إلا احنا المسلمين ما يمكنش نمشيو معها. علاش؟ لماذا لا يمكن أن نذهب إليها ولا نساهم فيها؟ لأنه دعكم مما أن النفوس تمجها، دعكم من أنها ضد الطبيعة، دعكم من أنها إذا استفحلت وأصبحت هي القاعدة لن يولد مولود ولا ذكر ولا أنثى، دعكم من هذا كله. حنا نمشيو للقرآن الكريم. القرآن الكريم ذكر الأنبياء بزاف في القرآن الكريم. القرآن الكريم مع عمر بالأنبياء 25 نبي يتحدث عنهم القرآن. كنعرفوا بأنه سيدنا لوط عليه السلام مذكور بعد سيدنا عيسى في المرتبة السابعة.